عمان مع الزميلة نادين الشاعر. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المميزة اليوم مع الأستاذة الدكتورة سناء الشعلان، الأديبة الأردنية من أصول فلسطينية والناقدة والإعلامية كذلك. أهلا بك أستاذة سناء في برنامج هذا الصباح فلسطين. وأهلا بكم ست نادين وبكل مشاهدينا وبفلسطين الحبيبة. أهلا وسهلا. أول شيء لنبدأ باسمك سناء الشعلان، أنت تستخدمي لقب بنت نعيمة، لماذا تصرين على استخدام بنت نعيمة في اسمك للتعريف عن نفسك ككاتبة وكناقدة؟ أنا فخورة جدا بأمي الفلسطينية نعيمة المشايخ رحمها الله، تلك التي أول من علمني أني فلسطينية هي، أول من علمني مدينتي أهلي هي، كانت مولعة وما زالت حتى في رحيلها بهذه التفاصيل، ولذلك دائما أنا فخورة أن أقرن اسمي باسم أمي كما أقرنه باسم والدي. لا أريد أن تكون أمي مجهولة، لا أحد لا يعرف من هي أمي، فلذلك أنا أستخدمها عكسا على عوادة العرب لا تذكر أسماء أمهاتها بل تخفيه أحيانا، إلا أنا فأنا فخورة باسم أمي. عظيم. إذا دكتورة، تكتبين الأدب التسجيلي فيما يخص القضية الفلسطينية. نعم. كذلك فما خصوصية هذا الأدب بالنسبة إليك؟ هناك من حاول أن يكتبوا عن القضية أحيانا ببعد تخيلي، هذا البعد لا شك أنه أجمل فنيا، ولكنه لا يستطيع أن يربط المتلقي بالقضية. بمعنى نحن لا نريد أن يعرف فقط أن هناك قضية فلسطينية وفقط ويكتفي، نريد أن يعرف تفاصيل هذه القضية، أحداثها، مروياتها، أبطالها، شخوصها، صراعاتها. ولذلك لا يمكن بأي شكل إلا أن يكون ذلك أدبا تسجيليا، أكان أدبا مكتوبا بمعنى رواية وقصة ونقد وتاريخ أم كان مرئيا. يعني حتى عندما تذهب الكاميرا يجب أن تكون ذات بعد تسجيلي، لأنه يجب أن ننقل الحقائق، والحقائق يجب أن تكون تسجيلية، لا سيما أن هذا البعد التسجيلي يظهر حقيقتنا، يظهر قضيتنا، أنها أرضنا، تاريخنا، يجب أن يكون بهذا. هذا النوع طبعا الكثيرون يهربون منه لأنه ثقيل الظل، الأدب التسجيلي ثقيل الظل لأنه يقتل المخيال، ولكن في قضيتنا نستطيع أن نقدم هذا المخيال ضمن بوتقة الحلم في الأدب التسجيلي، وما هذا ما أحاول أن أكتبه في الأدب التسجيلي حول القضية الفلسطينية. نعم، جميل. حصلتي حديثا على جائزة فلسطين العالمية للأداب. نعم. عن مجموعتك تقاسيم الفلسطيني. نعم. لو تخبرينا أكثر عن هذه المجموعة. طبعا هذه دكتورة. نعم، أحب أن أعرج أولا للجائزة. الجائزة هي طبعا جائزة عالمية بكل الفنون وبكل اللغات، مفتوحة لكل إنسان في كوكب الأرض بكل السنوات، يعني ليس هناك عمر وليس هناك، مهم القضية الفلسطينية. وهي جائزة يعني انطلقت من إيران، ولكن فيها تكتلات عالمية وأدبية كبيرة لكل من يناصر هذه القضية الفلسطينية من جهات إعلامية وثقافية وحقوقية. وطبعا كانت دورتها هذه الأولى، والحمد لله يعني فازت بالجائزة الكبرى على مجموعة التقاسيم الفلسطينية، وهي مجموعة من العنوان يعني تقاسيم الفلسطيني. هي تعرض قصص الفلسطينيين ضمن عدد عملاق جدا من القصص التسجيلية ما قبل النكبة حتى هذه اللحظة، تظهر أحلامهم، حقوقهم، تاريخهم، نضالهم، التعديات التي تعتدى عليهم، حتى فكر العدو الصهيوني فيها ظاهر. يعني هناك قصص استدعيتها من تاريخهم لتظهر كم هم كاذبون وكم هم خارج نطاق الحقيقة وكم هم عابرون في كلام العابر كما يقال. سوف ننتقل لهذا الجزء بالتحديد، وهو يعني الخداع برواية صهيونية وسطوا بما أنهم تمسطوا بالفعل على كتاباتك. ولكن لماذا اسم تقاسيم الفلسطيني؟ نعم. يعني ماذا تعنين بتقاسيم الفلسطيني؟ طبعا كما نعلم دائما العنوان هو بوابة. نعم. والبوابة يجب أن تكون ملفتة. التقاسيم هي استعارة من عالم الموسيقى بالمناسبة. التقسيم الموسيقي هي مقطوعة صغيرة مفردة، لكن عندما تجتمع مجموعة تقاسيم تصبح نغمة كبرى يعني أو مقطوعة. ولذلك كل فلسطيني له تقسيمته الخاصة، يعني معزوفته الصغيرة، حياته، تجربته، لكننا جميعا نشكل المعزوفة الكبرى أو الجوقة الكبرى وهي القضية الفلسطينية. نعم. ولذلك عندما تقرأ عن الجميع تصل للكل. نعم. ننتقل إذن للسؤال التالي. قام أحد الصهاينة بالفعل بالسطو على أعمالك الأدبية وأعمال 45 كذلك أديب عربي آخر أو كتابات أدبية أخرى.
ماذا لديك القول عن هذه الجزئية بالتحديد؟ نعم. سرقة آدابك وكتاباتك وما إلى ذلك يعني هو الأمر ليس جديد، استمرار. هم يعني يسرقون، يحاولون سرقة أبسط الأشياء، ثوبنا الفلسطيني، أرضنا، ملابسنا، مقطوعتنا، حتى أكلاتنا البسيطة يحاولون أن يسرقها، فليس جديد. ولكن أعتقد أن هذا الملفت في الأمر أنه يحاول أن يحاربنا حتى فكريا كما هو أصلا يحاول، فيريد أن يسرق أعمالنا. لذلك قام أحد المترجمين، وأعتقد أنه أنه دكتور في الجامعة العبرية، قام بجمع 45 عمل ل 45 أديبة عربية معاصرة يعتقد أن لهن الحضور، يعني يختار أسماء مشهورة، ثم جمعها في كتاب واحد وترجمها إلى العبرية وأصدرها عن دار النشر صهيونية في الداخل، مموها، محاول أن يقدم أن هناك يعني تطبيع، يعني من يقرأ يعتقد أنه إحنا بيننا صداقة وموافقة، وحتى اختياراته كانت لئيمة ولم يقدمها بدقة. يعني هو لعب بالترجمة ليأخذها إلى منطقة يريد أن يأخذ القصص إليها. ولذلك عندما عرفنا يعني نحن الأديبات العربيات جميعا يعني كان موقف كامل، الكل انتفاض، وكان هناك استهجان وإعلان يعني حقوقي أنه سرقنا وأننا غير موافقين، حتى الإصدار إحنا غير موافقين، وبالتأكيد طبعا نأخذ حقوقا لأننا غير موافقين على ذلك. الاتحادات العربية قدمت شكاوى، وكما علمت أنه قام بسحب الكتاب من السوق بعد أن كان قد أصدره وأعطاه اسم حرية ليوهم أنه يقدم الحرية، وهو يعني لص بكل بساطة. يعني طبعا هذه خطوة ليست يعني غريبة، طبعا يحاول أن دائما أن يسرقوا الفكر العربي، أن يخترقوا هذه الجبهة ضدهم، بالذات الجبهة الأدبية لأنها مزعجة لهم، لأن الجبهة الأدبية تنتقل إلى الجبهة الإعلامية، والإعلام طبعا يزعجهم أكيد لأنه يشوه صورة الكذب خاصة بهم. ولذلك هو يعني حاول بهذا العمل، وما قرأته بالترجمة وأنا لا أوجد العبرية، الترجمة لي أصدقائي، كان مختلفا عن الأصل. يعني هو أراد أن يقدم فكرة خبيثة ومختلفة تماما. نعم. ما الخطوات التي اتخذتموها في هذا الشأن؟ أولا يعني نتحدث عنك أنت ككاتبة وأديبة، وكذلك 45 أديبة عربية كذلك. نعم. عدد ليس بالبسيط بالأساس أصلا. الحقيقة يعني هو ما أراده يعني فعلا انقلب ضده. يعني هو أراد أن يقدم فكرة تطبيع وليته لم يفعل. كان هناك انتفاضة، الأديبات على امتداد الوطن العربي جميعه، يعني من أصول فلسطينية ومن أصول عربية أخرى. فالكل انتفض، وكل مؤسساتهم الثقافية والاتحادات الخاصة بالبلاد انتفضت. ثم قدمنا شكوى للاتحاد العام لكتاب العرب، وهو أيضا أصدر بيانه وقدم شكوى، وهذا شكل يعني ضغطا عليهم إعلاميا، ويعني قامت هناك حركة كبرى بالترجمة إلى أكثر من لغة، فانتشر الخبر وكان يعني معيبا. والكل يعني كل الأديبات العربيات بلا استثناء كان موقفهم طبعا رافض، وتحدوا انه اذا احنا يعني انت قمت بالنشر ارينا اي تواصل بيننا او موافقه او تنازل، يعني نقبل. وطبعا عجز عن ذلك ولاذ للصمت. ثم بعد ذلك دار النشر قامت بسحب الكتاب مخزية مدحورة يعني. دكتورة، برأيك الشخصي هل ما زال أدب المقاومة الفلسطينية قويا وحاضرا كذلك يستقطب الأقلام الاهتمام وكذلك الحضور؟ لا شك، مع أن هناك يعني آلة الإعلام الصهيونية والمتصهينين معها يعني دائما يحاول أن يشعرك أنه هذا يعني كأنه زمانه ولا يعني، وانه خلص انتهت هذه القضيه، ويحاول احيانا ان يلجا الى يعني اضحوكه، وهي انه احنا في فتره السلام، اي سلام يعني، وان القضيه لم تحسم بعد، والحرب قائمه والنضال مستمر حتى التحرير يعني. وبالتالي هذا الادب نعم لا ما زالت هناك الاقلام الشريفه مهتمه والمتلقي الشريف في كل العالم. لا علينا ممن يعني يجأرون هنا وهناك بان القضيه انتهت وانه ان لنا ان نقبل بالوضع الحالي، وهناك من يتجرأ أكثر ويقول إنه هذه العدالة أن يكون الصهيوني على هذه الأرض، يعني هذا كله يعني. هل تعتبري أدبك من الأدب الفلسطيني المقاوم؟ بكل تأكيد، وأحرص على ذلك، يعني ليس هو فقط، يعني هو ليس ضرب صدفة، أنا حريصة على أن أقدم دوري وواجبي في قضيتي الفلسطينية، على اعتبار أنني من أدباء الفلسطينيين في الشتات، فيجب أن نقوم بدورنا يعني. دكتورة، هل تقدم سناء شعلان أدبها الفلسطيني كهوية أو كقضية؟ كلاهما، يعني كما يقدم مثلا الأديب في كوبا، في مصر، في الهند، في أي مكان، كما يقدم أدب على اعتبار أنه قضيته وهويته، أنا تماما أقدمه بهذا الشكل. هذا أدبي الذي يعكس قضيتي وينطلق من فلسطينيتي بكل بساطة، يعني مجتمعي، تفاصيلي، لهجتي، هذا كله واضح بهذه الكتابات.
دكتورة، أخيرا أمام حركة التصهين المتعالية وأمام سيطرة كذلك وسطوة صهيونية على كثير من أذرع الإعلام العالمية، هل يجد الأديب الفلسطيني أو أديب المقاومة كذلك نفسه محاصر في هذا المجال بالتحديد؟ هو لا شك محاصر إلى حد ما، كما قضيتنا محاصرة، وكما هناك الآلة الإعلامية وأعوانها والمتصهينين يعني هم أشد فتكا، ولكن لا أعتقد أنهم ينجحون ولن ينجحوا. لأن صوت الحق هو الأنجح، ولأن الحقيقة يجب أن تظهر، ولأن الأشراف موجودين في هذا الكوكب. يعني هو يحاول أن يكذب لكن الحقيقة موجودة ومن يدافع عنها موجود، وبالتالي حتى آخر قلم، حتى آخر نفس، حتى آخر سيبقى يعني الصوت الحقيقي واضح. فهو يحاول لا شك لكنه لا ينجح ولن ينجح. الأستاذة والدكتورة الأديبة الفلسطينية سناء الشعلان، شكرا جزيلا على حضوركم معنا وكونك الضيفة الأولى في هذه الفقرة من عمان. بهذا ننهي هذه الفقرة وعودة إليكم الزملاء في استديوهات فلسطين هذا الصباح في فلسطين.